لا تكتفون بالعلوم البشرية، مو كافية. المعارف عندهم في رواياته، الذي لا يرتبط برواياتهم يبتعد عن المعارف، يصير عنده علم بس خالي من المعرفة. وهذا لطلبة العلم ولطلبة الحوزة أقوله. دراسة العلوم الحوزوية وحدها لا تكفي. دراسة العلوم تعطيك العلم لا تعطيك المعرفة. المعرفة في الروايات. اقرأوا العلم واقرأوا الروايات معا، جناحان يطير بهما العالم. وأقولها للأساتذة الجامعيين وللطلبة الأكاديميين أيضا نفس الشيء. معيب جدا أن الطالب يحمل شهادات تخصصية في العلوم الأكاديمية ولا يعرف من دينه ومن معارف آل محمد شيء. مناهج التعليم يجب أن تشتمل على الاثنين معا. الإنسان مو بس بدن، الإنسان مو بس جسم، والحياة مو بس دنيا. الإنسان روح وقلب ومعرفة. هاي المعرفة في الروايات موجودة، الروح في الروايات موجودة، مو في دراسة الطب وحدها ودراسة الهندسة وحدها وإلى آخره، أو دراسة النحو والمنطق والحكمة وغيره. الذي لا يلتجئ إلى آل محمد في معارفه خسران، والآخرة مقاماتها بهذه المعارف لا بالعلوم البشرية.